ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كتير قوي بيجيلنا في المنام رؤى بتبقى فيها بعض الايات القرآنية، وتلاقي نفسك بتردد آية قرآنية او دعاء معين، وتصحى من النوم وانت بتردد نفس الآية او بتقول نفس الدعاء. وحتى لو كنت الدعاء دوت مش حافظه، او حتى لو الآية دي انت مش حافظها، بس بتلاقي نفسك بتقولها بسهولة ويسر في المنام. وده معناه ايه؟ معناه ان الآية دي فيها خير كبير جدا ليك، فلازم ان انت تفضل ترددها بشكل مستمر وتقرأها كورد يومي. وليه اعملها كورد يومي وليه اقرأها على طول؟ لان الآية دي لما بتقرأها ولما بتستمر على قراءتها ولما بتجيلك رؤى في المنام، ده معناها ان الآية دي فيها خير كتير ليك. يمكن تكون عندك مشكلة والمشكلة دي بتتحل بقراءة هذه الآية بأعداد كبيرة، أو بأن أنت تستمر على قراءتها، أو بأن هي بتفتح لك أبواب مغلقة، أو بأن أنت مثلا عندك مشكلة فربنا بيدلك على الآية أو الدعاء أو الصورة أو الدعاء اللي أنت ممكن تدعي بيه علشان تلاقي المشكلة اتحلت، وعلشان تلاقي الدنيا اتيسرت وبقت فيها سهولة ويسر. فلما الاقي يجيلي دعاء أو آية في المنام، اول ما اقوم من النوم اكتبه وافضل اردده بشكل مستمر وشكل يومي. ولما يجيلي بعد كده دعاء تاني او آية تانية اكتبها وافضل برضو استمر على الآية او الدعاء والايات اللي بتجيلي، واعرف ان الايات دي او الادعية دي فيها مفاتيح لحل كل مشاكلي. واستمر على ان انا افضل اقراهم وارددهم واعملهم ورد يومي ثابت ليا كل يوم. هتلاقي فيهم خير وبركة كتير جدا، هتلاقي فيهم مفاتيح لكل شيء مغلق في حياتك، هتلاقي فيهم حل لكل مشاكلك اللي انت بتعاني منها.